تهدف مبادرة حياة كريمة إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجا في الريف والمناطق العشوائية في المدن، وتعتمد المبادرة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية والتي من شأنها ضمان حياة كريمة لتلك الفئة وتحسين ظروف معيشتهم. لذا نظمت محافظة الفيوم مؤتمرا استعدادا لانطلاق المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة، والتي تشمل مركزي الفيوم وطامية وتبدأ يناير المقبل. تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة عمل حوار مجتمعي مع أهالينا في خصوصا في مركز الفيوم ومركز طامية. المركزين دول اللي داخلين إن شاء الله في المبادرة في استعداد لإطلاقها في المرحلة الثانية في يناير المقبل. احنا النهاردة عملنا ندوة مع أهالينا في قرية اللهون، اتكلمنا معاهم على المشاريع اللي تمت في المرحلة الأولى، حجم التدخلات الاجتماعية اللي احنا بنعملها في مبادرة حياة كريمة. الجزء الثاني كان من الندوة التعريف بمؤسسة حياة كريمة وأهم الخدمات اللي احنا بنقدمها ومحاور عمل المؤسسة مع المواطنين، سواء كانت الاهتمام بالمرأة، المعيلات والأرامل والأطفال والأيتام، وبناء الصحة والرعاية الصحية اللي احنا بنقدمها، والاهتمام بالشباب وتثقيفهم وتوعيتهم. كأبناء قرية اللهون عرضنا الاحتياجات الملحة لناحية اللهون، منها بناء مجمع خدمي متكامل، وبناء مركز طبي متكامل، وتغيير شبكة الصرف الصحي، وصرف الطريق السياحي الموصل للهرم، وانشاء طرق تربطنا بالطريق الدائري، ورصف طرق جانبية توصلنا بطريق بني سويف الدائري، وعمل موقف سيارات، ونقل السوق من داخل الكتلة السكنية، وإنارة مقابر اللهون، وتخصيص قطعة أرض جديدة للمقابر. أنا بشكر القائمين على هذا العمل الجبار جدا المتكامل فعلا، والمسؤولين كانوا صدرهم واسع جدا، وأنا نوصل الخدمات دي لحد عندكم. احنا مهمتنا ومهمة الرئيس توصيل لآخر النجوع. فأنا بشكر طبعا سيادة الرئيس والقائمين على حياة كريمة وسيادة المحافظ وكل من له يد في إنشاء حياة كريمة للمواطن. أشكر القائمين على حياة كريمة، وخصوصا سيادة الرئيس زعيم الأمة العربية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونقول له ربنا يوفقك، واحنا 100 مليون مصر وراك، والتوفيق والنجاح دائم. وبنهنيه برضه على نجاح مؤتمر المناخ، وبنهنيه على حياة كريمة اللي هي أسعدت كل المصريين. عندنا عزبة اسمها عفالة، العزبة دي بعيدة عن متطرفة شوية عن العزب، هي نهاية الفيوم وبداية الهانة. للأسف ما فيهاش أي خدمات، ودي بنطالب برضه بيدخل لها الصرف الصحي. وعندنا في العزب مدارس متكدسة طبعا وكثافة عالية جدا. هذا وقد تم استعراض أهم المشروعات التي سيتم تنفيذها في المرحلة الثانية من المبادرة، منها توصيل شبكة الصرف الصحي لجميع المناطق المحرومة، وتوصيل الغاز الطبيعي لعدد 17 قرية، فضلا عن تطوير 21 وحدة صحية و23 مركز شباب للإحلال والتجديد، ورصف 230 كيلومتر طرق.